أنا عمري ما قلت إن أنا خايف غير بعد ما قلبي اتمناكي. محتاجة أطمن مش عارف الخوف جوايا وجواكي. لو كنت صحيح بتحبيني ضميني في حضنك خبيني. وحوينا الضرقة يا رمضان وحوي يا وحوي هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صباح. ليه يا زمان ما سبتناش ابرياء واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع. أقسى همومنا يفجر السخرية وأصفى ضحكة تتوه في بحر الدموع. رمضان كريم أضحك لكم ضحك الأمل والتهاني واعمل أنا الخضري وأنا الفكهاني ومسحراتي في الهوا دكاني المشي طبلي والدقة على طبلي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي اشتبك مع تفيدة، كان لبس هدومه وهيأ نفسه عشان ينزل. قبل ما يخرج من الباب تفيدة قالت له: سيد انت رايح فين قبل ما تديني مصروف البيت؟ سيد اندهش قال لها: انت مش واخده المصروف اول الشهر يا تفيدة؟ انت عايزه كل يوم مصروف؟ تفيدة قالت له: انا مش شرحت لك يا سيد امبارح اني ما معيش ولا مليم؟ وانت هزيت راسك ساعتها وقلت لي بعدين بعدين، اهو احنا جينا لبعدين بقى. السيد قال لها: يا تفيدة يا تفيدة انت ايدك مخرومة من زمان، من اول ما اتجوزنا وانت بتتصرفي زي ما يكون جوزك مليونير مش موظف كحيان في وظيفة ميري. قالت له: انت سيد الرجالة يا سيد. قال لها: متشكرين قوي يا ستي، متشكرين قوي، بس زي ما انت راسية انا زي الصيني بعد غسيله ما معيش، اتصرفي على الاساس ده. تفيدة قالت له: يعني ايه اتصرف بنفسي؟ اتصرف انت، ولا اقول لك انا عندي حل احسن من كده بكتير قوي.